طايا ولادها كوسة وميرا بروني وبراتي هنا جويا تبجي دور لنا إبراهيم قصة قدرتي أنا ما لا لخبر لا أجو داس أخذوا أهلي ووداه أهلي أنا هون يعني أخذوا أهلي ضلوا ما بعرف أسقط هناك وبعدين رجعوا الحمد لله. أنا ما أتذكر وقت أجوا أهلي وأمروا هاي قرى كلهم يعني أمروا قاعدين ولا مرتاحين وكتير كويسين بس صارت هالمشكلة وأجوا داعش فتهم بالسيارات وأخذوا الجبل عبد العزيز. لا أجوا من العراق مهاجرين أمروا واشتغلوا أراضي وهاي بس أجوا داعش ما خلوا لا كنايس لا بيوت لا شيء فجروها روح شوف كنيسة. أجوا من العراق أمروا اشتغلوا أمروا بيوت أمروا كنايس ولا كنا مرتاحين بس أجوا هاد داعش وخربوا بيتنا وخربوا كنايسنا وما خلوش. أولاً بسيفوا ما بعرف يعني ذبحونا وقتلونا وهربنا وصار تبسميلة وأكثر وهلا صار هو وهاي هي يعني ما ارتحنا كل كم سنين بيجينا من هلا هون إذا أجت تركيا وضربت ما نخاف نخربوا بيوتنا وخربوا كنايسنا. أنا لهالي لا ما أطلع ما أترك سوريا لو شرق إيه مو يترك تلتمر لا إيه أنا بسندهم كله لا تخافوا إذا سمعتوا صوت لا تخافوا والله أنا ما بخاف وقربان الله اللي كتبه الله بتصير. والله لو يجوا وخربوا ويكسروا وهدوا هنا مو نتركها بدنا نأمرها خزب الأنن ويقتلوا ايش ما سووا مو نطلع واحنا كمان على قدر ما نقدر هنا كمان تواجهنا. إذا أجت تركيا والله بواجههم وما بخاف منهم وأنا إذا كنت لحالي مو اطلع من هون واجههم وما بيقدروا فيه. مزرعة بالعراق وصار بالسميرة وإيش ما صار وهون كمان إيش قليل سووا بس أنا مو اطلع من هون أقوى إذا كبيرة بالعمر بس ما بخاف وما اترك سوريا وما اطلع بطلب من الله وبعدين من المتحدة انه لا يجي شيء علينا.